بيل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، السيد كود بارتولون رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، السيد محمود الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، السيدات والسادة البرلمانيين أعضاء الوفد الفرنسي، زميلاتي زملاء النواب والمستشارين أعضاء البرلمان المغربي، حضرات السيدات والسادة. أود أولا أن أرحب بأصدقائنا الفرنسيين في المملكة المغربية، معتزا بهذه اللحظة الرفيعة في تاريخ الحياة البرلمانية المغربية الفرنسية وفي تاريخ العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا. كما أرحب بالحضور الكرام في رحاب البرلمان المغربي هنا في الرباط، عاصمة المملكة المغربية التي تشهد الآن كما شهدت بالأمس القريب والبعيد على هذا الامتداد في العلاقات وفي الصداقة وفي التاريخ. إننا في هذا اللقاء لا نؤكد فقط قوة ومصداقية العلاقات المغربية الفرنسية، وإنما نجددها ونمنحها نفسا قويا ونوفر لها آلية أخرى للعمل والتعاون والتشاور والتكامل والإنصات المتبادل، وذلك بتأسيس المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الذي ينعقد اليوم في أول دورة له. ونحن نتطلع لامتداداته في المستقبل، وأن تتواصل الدورات في باريس وفي الرباط ليتواصل الحوار ويتجدد بين ممثلي الشعبين الفرنسي والمغربي. السادة الرؤساء المحترمين، ضيوفنا الأجلاء، إن هذا اللقاء التأسيسي للمنتدى البرلماني المغربي الفرنسي يأتي في الواقع ليتوج مسارا تاريخيا من العمل البرلماني المشترك ومن الحوار البرلماني المفتوح ومن التعاون البرلماني الجاد الصادق المثمر في عدة محطات وفضاءات برلمانية، سواء على المستوى المتوسطي أو على مستوى علاقاتنا مع الجمعية البرلمانية الاتحاد من أجل المتوسط أو الجمعية البرلمانية البحر الأبيض المتوسط أو على مستوى الفضاء البرلماني الفرنكوفوني أو على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي. كما أن هذا اللقاء بقيمته السياسية والرمزية وقوة الحضور الوازن الذي يميزه والرهانات والأهداف الكبرى التي يتطلع إليها إنما يتجاوب أولا وبالأساس مع الإرادة الصادقة العليا لقائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وفخامة الرئيس فرانسوا هولاند، تلك الإرادة المشتركة المنفتحة على المستقبل التي عبر عنها صاحب الجلالة في أبريل 2013 وهو يستقبل الرئيس الفرنسي، والتي سمعنا السيد فرانسوا هولاند يعبر عنها بدوره هنا في البرلمان المغربي خلال زيارته التاريخية التي نذكرها بتقدير وامتنان. ولا شك أن هذا اللقاء يأتي أيضا للتفاعل مع ما حققته الحكومتان الفرنسية والمغربية من أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي، وأيضا على مستوى التعاون السياسي والدبلوماسي. الواقع أن هذا التميز في العلاقات المغربية والفرنسية لا تحكمه المصالح الاقتصادية فحسب، وهو أمر موضوعي وجدي وقائم على الشراكة والثقة والتفاهم وروح الصداقة، ولكن ما يحكم علاقتنا المتميزة يظل في تقديرنا أكبر وأشمل وأعمق وأهم. إنها سيرة تاريخية طويلة من العلاقات بين دولتين متجذرتين في التاريخ بعمق حضاري وثقافي مشترك. ولهذه الاعتبارات فإن العلاقة المغربية الفرنسية المتميزة تشكل اليوم إحدى النماذج القوية لما يمكن أن تكون عليه الروابط بين شعبين وبلدين متوسطيين ينتميان لكل من الحضارات العربية الإسلامية الإفريقية والأمازيغية والحضارة الغربية الأوروبية بكل امتداداتها ومكوناتها، وهو ما تجلى ولا يزال في الدور المركزي لبلدينا على مستوى مستويات القرار السياسي والاقتصادي في كافة المبادرات المرتبطة بالنهوض بالتعاون في المنطقة المتوسطية وتحويل البحر الأبيض المتوسط إلى فضاء للتنمية الشاملة والمتوازنة والأمن والسلم خدمة لطموحات الشعوب المنطقة. حضرات السيدات والسادة، إنني لا أخفي اعتزازي بما توفره بلادي ملكا وشعبا وبرلمان وحكومة للشراكة المغربية الفرنسية، وهو جهد ينضاف إلى
ما تبادلناه معا من جهود صارخية، مثلما حارب جنود المغاربة بل ووهبوا أرواحهم الطاهرة دفاعا عن الحرية ومناصرة للشعب الفرنسي في مواجهة الغطرسة النازية. ونعبر عن صادق امتنان والعرفان بالضيافة الفرنسية التي تحتضن فوق التراب الفرنسي عشرات الآلاف من أبناء وبنات الجالية المغربية عمالا وتجارا وطلابا. من المؤكد أن هؤلاء المغاربة أسهموا ويسهمون في البناء الفرنسي في العمران والاقتصاد والدولة والمجتمع، لكنهم بالتأكيد وجدوا في الشعب الفرنسي ما يثمن جهودهم ويحتضن روحهم الخلاقة والبناء المنفتحة. ومن هنا فإن هذا المنتدى البرلماني المشترك من شأنه أن يوفر لنا معا آلية لصيانة هذه المكاسب ودعم المسار الاستراتيجي الذي يجمعنا وتعميق العلاقة الاستثنائية المغربية الفرنسية. إن هذا المنتدى يشكل أيضا إطارا رفيعا للحوار بين برلماني البلدين، حيث يضم رؤساء الفرق البرلمانية ومن يمثلونهم بالإضافة لرؤساء لجنتي الشؤون الخارجية ومجموعات الصداقة. وبذلك فإنه فضاء للنقاش حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، نقاش مدعم للسيدين الرئيسين بكل الحساسيات السياسية الوازنة في المغرب من خلال نقاش. وبذلك فإنه فضاء للنقاش حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال لغة الصدق ولغة الحق بين أصدقاء بعيدا عن لغات المجاملات، إطار لا يقتصر على النقاش وطرح الاقتراحات فقط، بل يتوفر على أداة للتتبع والتفعيل عبر مجموعات الصداقة البرلمانية. دون أن أطيل في هذا الأمر أريد فقط أن أحيي فكرة هذا المنتدى، بحيث أنه منتدى عالي المستوى يبرز كل الحساسيات السياسية ويمكن من حوار جاد وصادق وعميق، وثم له آلة للتتبع ولتنفيذ ما سيفرزه هذا المنتدى من قرارات ومن مواقف. فأظن أن هذا الشكل يعني واعد إن شاء الله فيما يتعلق بعلاقتنا وسيثمن وسيطور هذه العلاقة. إن إحداث هذه الآلية الجديدة في مسار الروابط البرلمانية المغربية الفرنسية يعتبر بكل تأكيد محطة دالة ومتطورة في علاقتنا تجسد إرادتنا المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون البرلماني إلى نفس مستوى التعاون الحكومي والمؤسسات بين البلدين، خصوصا وأننا كممثلين للشعوب نتحمل مسؤولية توجيه وتتبع العمل الحكومي. ينبغي أن نجعل من هذا المنتدى قوة اقتراحية ومختبرا للإبداع والابتكار وبحث أفضل وأنجع الوسائل الكفيلة للارتقاء بالعلاقات المتميزة بين شعبين. ولذلك إن هذا المنتدى من شأنه أن يوفر قيمة مشتركة يستظل بها حوارنا المتواصل، وقالة أخرى لترسيخ وتمتين روح التعاون وإغناء المكاسب والتراكمات الإيجابية. وإننا ندرك أهمية العمل البرلماني في توجيه وتأطير العمل الحكومي، مما قد يوفر أيضا خطوط الدعم لما ساد ويسود سبل العمل المشترك الفرنسي المغربي. ولا شك أن هذا اللقاء اليوم بين مؤسساتنا التشريعية يقوي روح التشاور الثمين الذي نجد له أمثلة نموذجية أخرى على المستوى الحكومي والجامعي والعلمي والمعرفي والثقافي، وعلى مستوى المقاولات ومؤسسات المجتمع المدني، كما على مستوى جودة التعاون الأمني وما بذل من جهود مشتركة بين البلدين في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للقارات، وتنسيق وتوحيد الخطوات على مستوى التحرك في الفضاء المتوسطي بالنظر إلى الطموح من المشترك من أجل شراكة مبتكرة ومثمرة بين ضفتي المتوسط ترتكز أساسا على قيام الديمقراطية والتنمية والتضامن. وبهذه الرؤية دعم المغرب وأيد التوجه الفرنسي نحو النهوض بفضاء المتوسط للمشاريع، كما قامت فرنسا بدور تعبوي كبير مؤثر لفائدة الوضع المتقدم المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بل لم يدخر أصدقاؤنا الفرنسيين الجهد الملموس المحمود الجدير بالشكر والامتنان
الدائمين فيما يتعلق بقضية الصحراء ودعمهم للجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية واقعية، وبالخصوص الدعم الفرنسي لمشروع الحكم الذاتي المغربي كأساس جدي وذي مصداقية للتسوية السلمية وانخراط مشروع البناء المغاربي. سادة الرؤساء الحضور الكرام، إننا مقبلون على مرحلة جديدة من العمل البرلماني المغربي الفرنسي، ونأمل أن يكون أوسع من العمل الذي ظل سائدا من قبل على مستوى مجموعات الصداقة البرلمانية. وهكذا فإننا نطمح إلى شراكة مؤسسية عميقة على مستوى فرق العمل البرلماني والفرق البرلمانية من مختلف مرجعياتها الفكرية والإيديولوجية، وتبادل الخبرات التقنية التي لا شك أننا في المغرب في حاجة إليها لتطوير أداء مؤسستنا التشريعية، خصوصا بعد أن منحها الإصلاح الدستوري في سنة 2011 صلاحية غير مسبوقة في تاريخ العمل البرلماني المغربي. مرة أخرى أجدد الترحيب بكم وأشكركم على هذا الحضور المتميز بيننا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.